عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عقب وصولها إلى نيروبي مباحثات مع أطراف النزاع في الأزمة الكينية. في جولة مكوكية استغرقت ساعات اجتمعت الوزيرة الأمريكية على حدة مع كل من الرئيس موي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينغا. ها هي الإدارة الأمريكية تلقي بثقلها وراء الوساطة التي يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان. رايس أكدت في مؤتمر صحفي عقدته بعد هذه اللقاءات أن الحل الوحيد للأزمة الكينية يكمن في تحمل كل طرف مسؤولياته وإعادة الديمقراطية إلى مسارها الأول. كوفي عنان أحرز تقدما في العمل مع الأطراف وقد اقترب من حل القضايا العالقة. هناك حاجة للتحالف وهناك حاجة لاقتسام السلطة، ومن أجل تعزيز الديمقراطية في هذا البلد ينبغي إقامة هيكل إداري يعتمد على تقاسم السلطة والتحالف. من جانبه نأى كوفي عنان بفريق الوساطة عن تهم من قبل فريق الحكومة مفادها أن الضغوط الدولية التي تمارس من أجل حمل الطرفين على التوصل إلى صفقة سياسية ترمي إلى إملاءات لا تخدم مصالح البلاد. لا أحد يملي قرارات، ولكن نحن هنا من أجل التضامن مع الشعب الكيني. تذكرون عندما جئت إلى كينيا قلت نحن لسنا هنا لفرض حل، ولكن للإصرار على شيء واحد وهو العملية التي نحن بصددها. مشاعر من الترقب لا تزال تسيطر على الكينيين في انتظار ما ستسفر عنه الجهود الدولية التي يرجون أن تؤدي إلى حل سياسي لفصول من أعمال عنف عصفت بالبلاد. ينبغي للسياسيين أن يعملوا من أجل إحلال السلام، لأن المواطنين هم من يعانون من المشاكل، وإذا تم الوفاق بينهم يستطيع المواطنون الاستمرار في أعمالهم اليومية. جهود دولية وإقليمية لحل الأزمة السياسية في كينيا ينقصها تنازل أطراف النزاع عن مواقفهم المتصلبة تجاه الشكل الذي يكون عليه اقتسام السلطة بين الجانبين. عمر محمود، الجزيرة، نيروبي.